يعني حتى مرات الدكتور ولاء اتهمتيها برضو بالخيانة، عيب كده والله عيب. يعني انت كنت قاعدة معاهم تعرفي أسرارهم، يعني سيب الناس في حالها. ولا بعد قضية محمد عادل مش لاقي حاجة تعلي الريتش؟ يعني نصرتي محمد عادل على نيرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشيني كتير. تعالوا بقى نتكلم النهاردة على الست اللي اسمها منى وشنب. قال ايه؟ منى وشنب رجعت تاني بمبادرة تعدد الزوجات. بتقول ايه؟ اي راجل يزعل مع مراته يروح يتجوز عليها. قال وايه كمان؟ ما تسألهاش وملهاش حق انها تسألك انت اتجوزت ليه، وما تستناش رد منها لانها مش ليها رد وما عندهاش رد. هتقولك ايه؟ هتقولك ايه؟ اتجوزت عليا ليه؟ لا، اتجوز عليها من غير ما تسألها وما تستناش جواب منها. ليه يا شيخة؟ ليه يا شيخة؟ دمك بقى ايه شربات؟ يا اختي بدل ما تصالحي الناس على بعضها، بدل ما تقولي للراجل انت زعلان مع مراتك ليه، شوف ايه اللي ضغط على نفسيتها وصلحه. يمكن تكون نفسيتها تعبانة من حاجة. بدل ما تصالحيهم على بعض وتقولوا اصبروا على بعض، تقولوا روح اتجوز. يا شيخة ربنا يهدك، ربنا يهدك. انت عايزة ايه من الناس؟ سيب الناس في حالها. انتي هقولك عليكي ايه؟ يلا ام شنب بقى. يا شيخة بدل ما تقولي للراجل صالح مراتك تقوله اتجوز عليها ما تاخدش رأيها. يا شيخة ربنا ينتقم منك. بدل ما تشردي العيال في الشارع صالحيهم على بعض، أو خلي حد يصالحهم على بعض. هي الجوازة كده ببلاش؟ هو في يعني الوقت الجواز كده بالساهل؟ يعني الشباب مش عارفين يتجوزوا، متجوزين هيتجوزوا جوازة تانية؟ لا وإيه يعني؟ حرام يعني هجيب لها شبكة تانية وشقة تانية. والناس الأيام دي زي ما انت عارفة الأسعار غالية ومش لاقيين ياكلوا، راح تقول جوز. يا شيخة ربنا ينتقم مني. وكمان عمالة تفتي وتقولي جواز المسيار ومش الجواز المسيار. انت عمالة تفتي في كله، وعمالة تغلطي في شيوخ الأزهر، وعمالة تغلطي في المحامين. مش مخلية كل ده عشان الريتش يعلى. يا شيخة إلهي، عاوزة أقولك إن انتي بقيتي بجد حاجة لا تطاقي، والستات كلها بجد ما عادوش طايقينك، لأنك انتي بتعصي أزواجهم عليهم. كل واحدة بتبقى في بيتها يعني تدخلي كده، يعني عاوزة كل واحد يتجوز على مراته، عاوزاهم مطلقات. عايزاهم مطلقات ليه؟ أنا معرفش. وعايزة الأطفال يعني تتشرد في الشارع ليه؟ أنا معرفش. فخليكي في حالك أحسن. خليكي تقولي كلمة طيبة، يا ما تقوليش يعني، يا تقولي خير ما تقوليش. يعني حرام جدا يخلي ده يعني تقلب على زوجاتهم. بس انتي انسان معرفش والله اخرتك هتبقى ايه بجد يعني. عيب كده، عيب. عشان طفحنا منك خلاص. ربنا ينتقم منك، ربنا ينتقم منك. يعني حتى مرات الدكتور ولاء اتهمتيها برضو بالخيانة، عيب كده والله عيب. يعني انت كنت قاعدة معاهم تعرفي أسرارهم، يعني سيب الناس في حالها. ولا بعد قضية محمد عادل مش لاقي حاجة تعلي الريتش؟ يعني نصرتي محمد عادل على نيرة. بدل ما يعني تنصري نيرة، نصرتي محمد عادل. عيب كده، عيب. الناس طبيعي تقيل، طبيعي مني يا حبايبي. ان شاء الله كده ربنا يهدي العاصي، وانتظروني ان شاء الله في فيديوهات جديدة الايام الجاية، وحاجات ان شاء الله حلوة وكويسة يا رب تعجبكم. اسيبكم واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.